السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن جهاز تكييف ايسبرج، واتمنى ان حضراتكم تكملوا الفيديو للآخر لان هقول لكم على اسعار الأجهزة بجميع قدراتها في آخر الفيديو. تكييف ايسبرج من الأجهزة اللي بتتمتع بمميزات كتير ممكن ما تبقاش موجودة في بعض أنواع أجهزة التكييف الموجودة في السوق، وبيتم تطوير الجهاز باستمرار من جهة المصنعين بشكل مستمر لمعالجة أي عيوب موجودة في الجهاز. علشان كده بدأ في الفترة الأخيرة إن يبقى في إقبال على شراء الجهاز، وحاليا هنستعرض مع بعض مميزات وعيوب الجهاز. أول حاجة هنتكلم عن المميزات. أول ميزة معانا هي خاصية التشغيل التلقائي، والخاصية دي بتعمل على تشغيل المكيف على نفس الإعدادات اللي كان شغال عليها قبل ما الكهرباء تفصل عنه، أو لو حصل في الكهرباء عطل مثلا. تاني حاجة معانا، في فصل الصيف بيبقى فيه ضغط كبير على تشغيل أجهزة التكييف، وأكيد ده طبعا بيزود قلق بعض العملاء من فواتير الكهرباء. علشان كده الأيسبرج موجود فيه خاصية الانفرتر، وطبعا ده بيقلل من استهلاك الكهرباء لو استعملنا الجهاز صح. ولازم نحط تحت كلمة لو استعملنا الجهاز صح دي خط، لأنها مهمة جدا. ممكن توصل نسبة توفير الكهرباء بالنسبة للأيسبرج اللي فيه خاصية الانفرتر ل40%. حاجة كمان معانا من ضمن الخصائص بتاعته أو المميزات اللي هي خاصية التربو. الخاصية دي بتعمل على تسريع عملية التبريد داخل المكان اللي التكييف موجود فيه، وده بيؤدي طبعا لتبريد الغرفة في وقت قياسي. في معانا كمان خاصية البلازما. خاصية البلازما من أهم المميزات في تكييف ايسبرج، لأنها بتتخلص من أي روايح كريهة بالإضافة للجراثيم والميكروبات. الجهاز كمان بيتميز بخاصية ال 3D في توزيع الهواء بشكل متساوي في الغرفة. طيب هيجي حد يسألني يعني ايه خاصية ال 3D؟ خاصية ال 3D معناها ان الموجهات بتاعة الجهاز الداخلية بتتحرك يمين وشمال، والخارجية بتتحرك لفوق وتحت. هي دي معناها خاصية ال 3D. كمان الجهاز بيتميز بخاصية الاي فيل. خاصية الاي فيل ودي خاصية بتخلي الجهاز بيتتبع الريموت علشان يقدر يظبط درجة حرارة المكان حسب مستوى راحة العميل. كمان فلاتر الجهاز جودتها عالية جدا، ولها دور فعال في تنقية الهواء الموجود في المكان ده، غير ميزة التنظيف الذاتي أو السيلف كليننج. دي ميزة ممكن ما تبقاش موجودة في بعض أجهزة من اللي موجودة في السوق. حاجة كمان، الجهاز موجود فيه شاشة ديجيتال. طبعا الشاشة الديجيتال عن طريقها بنقدر نعرف درجة الحرارة اللي موجودة في المكان كام. ده غير إنها بتعرض جميع وظائف الجهاز، وكمان بتعتبر شاشة أعطال. يعني لو الجهاز حصل لا قدر الله في عطل في وقت من الأوقات، بيظهر كود على الشاشة، بقدر أعرف من الكود ده الجهاز إيه العطل اللي فيه. طبعا برجع للكتالوج بتاع الجهاز، بيبقى فيه جدول بالأكواد بتاعة الأعطال بتاعة الجهاز. شكل الوحدة الداخلية شيك جدا، وخصوصا موديل الميرور. موديل الميرور ده الموديل الجديد، وبيعتبر لما الجهاز بيركب بيعتبر قطعة ديكور جميلة جدا، راكبة في الأوضة أو في ريسبشن أو كلام من ده. بالنسبة للوحدة الخارجية، الطلاء بتاعها غير قابل للصدأ، ومعالج كيميائيا علشان العوامل الجوية. الجهاز بيستخدم فريون 410، وده فريون صديق للبيئة. في تعديلات كتير في الفريون ده بحيث ان هو ما يضرش بطبقة الأوزون. الجهاز طبعا نحاس بالكامل، وفي منه كذا موديل علشان اختيارات العملاء. في موديلات كتير من الجهاز، وفي قدرات كتير من الجهاز واصلة معانا لحد 7.5 حصان. الجهاز ال7.5 حصان بيبقى عبارة عن جهاز فري ستاند. الكمبريسور بتاعه انفرتر برضو. الكمبريسور بيبقى T3.
ده غير ان ضمان الجهاز بيبقى 5 سنين من اول 1.5 حصان لغاية 7.5 حصان. دي كده مميزات الجهاز. طيب هنتكلم عن عيوبه، وهي مش عيوب تخليني ما افكرش ان انا ما اشتريش الجهاز. يعني بمعنى اصح مش عيوب جوهرية، عيوب عادية جدا. اول عيب معانا طبعا بناء على رأي بعض العملاء، خدمة عملاء ايسبرج مش احسن حاجة، وفسروا الكلام ده علشان بطء حل المشاكل او استجابتهم مش سريعة بمعنى اصح. ده غير صعوبة العثور على قطع الغيار الأصلية في السوق علشان قليلة شوية، مش موجودة بكثرة في السوق، ولو موجودة هيبقى تمنها غالي. كده دي عيوب الجهاز، وزي ما قلت لحضراتكم ان هي مش عيوب جوهرية. حاليا انا هعرض على حضراتكم لستة اسعار الجهاز لشهر ابريل. الاسعار شاملة التوريد والتركيب بالنسبة لطلبات الجملة. الارقام موجودة عند حضراتكم، وجميع الارقام موجودة عليها واتس علشان اي استفسارات، ولو في اي حد عنده استفسار عن اي حاجة انا موجود مع حضراتكم باستمرار. هنبدأ بالجهاز 1.5 حصان البارد موديل انفينيتي، ده ب21,000 جنيه. 2.4 حصان بارد ده ب30,000 جنيه. 1.5 حصان بارد ساخن 23,000 جنيه. 2.4 حصان بارد ساخن 33,000 جنيه. 3 حصان بارد ساخن 40,000 جنيه. طبعا الموديلات دي للأجهزة العادية مش الانفرتر، وأنا بأكد على حضراتكم تاني جميع الأجهزة 410 ديجيتال بلازما 3D بالنسبة لتوزيع الهواء، زائد خاصية الاي فيل. في من انفينيتي كمان الانفرتر، نزل منه الانفرتر 1.5 البارد ساخن انفرتر موديل انفينيتي ب27,500. 2.4 بارد ساخن انفرتر 41,000 جنيه. 3 حصان بارد ساخن انفرتر 46,500. 4 حصان بارد ساخن انفرتر 71,000 جنيه. 5 حصان بارد ساخن انفرتر 82,000 جنيه. ده كده احنا خلصنا موديل الانفينيتي. في موديل تاني اللي هو الموديل الجديد موديل الميرور، برضو موجود الانفرتر بتاعه 1.5 حصان بارد ساخن 29,000 جنيه. 2.4 حصان بارد ساخن 43,000 جنيه. 3 حصان بارد ساخن 48,500 جنيه. وموجود كمان 7.5 حصان فري ستاند انفرتر، وزي ما قلت لحضراتكم ان الجهاز ده الكمبريسور بتاعه T3 تروبيكال، ده بيعمل في المناطق شديدة الحرارة او المناطق اللي درجة الحرارة فيها بتعلى توصل مثلا لغاية 55 درجة ولا حاجة. الجهاز ده فول اوبشن بارد ساخن بلازما ديجيتال انفرتر، عامل 131,000 جنيه. بكده نكون خلصنا كل كلامنا عن الجهاز الايسبرج. اتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا. لو في اي تعليقات اي كومنتات انا تحت امركم، لو في اي استفسارات انا تحت امركم. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس في القناة. تحت امركم في اي وقت. متشكر جدا. سلام عليكم.